ما انا في حاجه مستفزه جدا بالنسبه لي وعايز اتكلم فيها. هو ليه خصوصا في الفتنس والنيوتريشن اندستري لما حد بيجي يديك نصيحه، هو بيوقف لك المعلومه على الجزء اللي هو عايز يقنعك بيه بوجهه نظره وما بيكملهاش. فهديك مثال، مثلا جت فتره كان ناس عامله كامبين ان الطبيعي هو احسن حاجه، وانك بدل ما تاخد بري ورك اوت اشرب قهوه، انك بدل ما تاخد واي بروتين ما اعرفش كل ما اعرفش ايه، انك بدل ما تاكل كرياتين اعمل ايه. طيب انت ممكن تقول لي طب ما ده حلو، ما انا اكيد لو عارف اجيب النواقص اللي عندي من الاكل حاجه لطيفه احسن من ان انا استخدم سبلمنتس. صح، لكن هو الفكره مش في كده بس. الفكره ان هو بيوقف لك المعلومه عند حته المقارنه ما بين مثلا البري ورك اوت بالقهوه، وما بيكملكش انت ليه ممكن تحتاج بري ورك اوت او ايه العناصر الزياده اللي فيه. فهديك مثلا مثال. فهو كان ساعتها الشخص ده بيتكلم على ان نسبة الكافيين في كوباية القهوة التركي هي نفس نسبة الكافيين اللي في البري ورك اوت، فانت القهوة طبيعية اكتر والقهوة ارخص لك فليه تاخدها. طيب بس هو ما كملكش بقى النقطة ان طب السيترولين ماليت اللي موجود في البري ورك اوت، البيتا الانين اللي موجود في البري ورك اوت، الارجينين اللي موجود في البري ورك اوت، وحاجات كتير. فانت وقفت لي المعلومة عند الحتة اللي انت عايز تقنعني بيها، جزء الكافيين بس. طب ما البري ورك اوت مش كافيين بس. فتاني انا ما بقولش ده صح ولا غلط، وما بقولكش اني احسن، وانا هنا مش ببيع لك اي حاجه، بس انا بتكلم على حته اختزال المعلومه. نفس الحكايه مثلا واي بروتين. فالشخص ده عمل مقارنه ما بين سكوب واي بروتين والزبادي اليوناني، ان ده فيه كام جرام وفيه كام جرام وده ارخص بس خلاص احسن. طيب الزبادي اليوناني نوع البروتين اللي فيه ايه؟ كازين. طيب هل قال لك بقى بس لو ايسوليت هيبقى ايه؟ لو واي بلند هيبقى ايه؟ لو هيدرولايزد واي هيبقى ايه؟ طب هل قال لك على البي سي دبل ايز اللي موجوده في الواي بروتين فيرسز اللي موجوده في الجريك يوجرت؟ هل هو نفس الامينو اسيد بروفايل؟ طيب بالنسبه لو انا شخص آه طول اليوم انا مثلا بره في الشغل ما بعرفش اكل كتير، بالنسبه لي بيبقى احسن لي ان انا اخد بروتين شيك لان انا مثلا ما بعرفش اكل. ما بيقولكش هو بقى المواقف دي، لا هو بيقف لك المعلومه 25 جرام 25 جرام ده ارخص يبقى الطبيعي احسن، ما تشتريش واي بروتين بيضحكوا عليك. هل الواي بروتين اساسي؟ لا. وهو اساسا ما احنا عارفين ان هي المكملات حتى اسمها مكملات، اسمها سبلمنت، فاحنا عارفين ان هي بتكمل الغذاء. بس تاني قارن لي المقارنه صح. قبل ما تيجي تقول لي اللحمه الحمراء فيها كرياتين فانت مش محتاج كرياتين، كام جرام؟ وهاكل كام لحمه حمراء؟ والابزوربشن بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ ولو انا شخص عندي مشاكل في الهضم ايه؟ فيا جماعه كملوا المعلومه كلها، وسيب الشخص هو اللي يشوف ايه اللي مناسب ليه وايه اللي مش مناسب ليه.